بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، إن شاء الله يا ربي الفيديو تنهار اليوم يجاكم في أحسن أحوال يا رب العالمين. كما تشوفوا اليوم راح نحضروا السفيرية أو المعقودة، كما تعرف عند بعض المجتمع يسميوها السفيرية أو المعقودة. نروحوا المقادير وطريقة التحضير. قبل ما نبداو ما نساوش نصليو على سيدنا عليه أفضل الصلاة والسلام يا رسول الله. عندي هنايا في طنجرة، أنا عندي طنجرة الفخارة هنايا، وانتي أي طنجرة متوفرة عندك. نحطو كمية من الزيت هكا، حوالي 3 ملاعق، نحطوها على النار تسخن. وهنايا عندي نصف صدر دجاج وفخذ، نحطوهم يتقلاو. قليوهم في هذا الزيت حتى يكتسبوا اللون هذاك الذهبي. ها شوفي كيفاه بالزيت هذا. وعلاه قليناه هكا بهذه الطريقه؟ لان هذا الزيت نكملوا عليه بقيه الطبخ اللي راح نطبخوه اليوم، وتجي بنت واش نقول لكم. جربوا هذه الطريقه ان شاء الله تعجبكم. هنايا كي قليت هذاك الدجاج ننقص منه الزيت حتى ما تجيش على الشوربه تاعنا هذيك لاصوص هذيك تجي مزيته. نخليو كميه حوالي ملعقتين فقط تكفي. هنايا واش نجيبو نحضروا بصل مقطع الى قطع كما تلاحظي، قطع صغيره. نضيفوه لهذا الدجاج، نضيفوا له فصين من الثوم. هنايا نقصوا شويه للنار حتى هذاك البصل ما يتحرقناش. عفوا. قليو هكا، نبقى في الخلط البصل مع الدجاج حتى يدبل ويكتسب اللون الذهبي كما تلاحظين. هنايا نجيبو التوابل. عندي هنايا توابل مشكله، عندي راس الحانوت، وعندي قليل من الكمون، وعندي قليل من الفلفل الاكحل، وعندي هنايا ملح. نضيفو لهذا المقادير كامله مع بعضها ونبقاو في الخلط حتى تدخل هذيك طعم التوابل الى الدجاج. ما نساوش دائما صليوا على سيدنا محمد عليك افضل الصلاه والسلام يا رسول الله. مرحبا اللي التحقت بيا نقول لها اليوم رانا نحضروا في طبق او سفيريه كما تلاحظ عند كما تعرف عند الجزائريين. هنا نجيب كميه من الماء ساخن ونضيفوه لهذا الخليط اللي متكون من البصل والتوابل والدجاج حتى نمرقوا، يعني نغطيو هذاك الدجاج. ما نكثروش كثير لان الدجاج كما تعرفوه ما يطولش في الطياب ويطيب. هنايا ما حبيتش نطول عليكم الفيديو. عندي كميه من البطاطا هنايا حوالي 4 حبات من البطاطا متوسطين، طيبتهم مع قليل فقط من الملح، طيبتهم حتى طابوا وربيتهم كما تشوفوا. هنايا واش ضفت لهم بقدونس والبصل مقطع. هنايا عفوا. هنايا هذا كزبر ومعدنوس، وخليت شويه، تركت شويه قليل دبشه او الكزبر للتزيين. نضيف هنا قليل من الملح، قليل فقط لان الملح البطاطا لانها رانا ملحناها. وعندي التوابل هنا مشكله، يعني بنفس التوابل اللي حضرتهم في الطنجره نحضروهم مع البطاطا اللي هي توابل مشكله. قليل من الفلفل الاسود، قليل راس الحانوت والملح، وقليل من الفلفل الاسود كما ذكرت. هنا في هذا المقادير نجيبوا حبه بيض كما تلاحظون. البيضه تاعي اصغر بيضه على ما اظن. نضيفها لهذا الخليط، واذا كانت هنايا البيضه كبيره خلطيها جيدا في صحن لوحدها، ثم اضيفي قليل حتى ما تجيكش هذاك الخليط سائل. انا هنايا مع ان البيضه صغيره وضفتها مباشره. هنايا نضيفوا فص سن توم لهذا الخليط ونخلطوه بيدك او بالفرشيطه او ملعقه. يعني المهم انك تخلطين هذا الخليط خلطا جيدا.
مرحبا باللي التحقت بيا، نقول لكم مرحبا بكم قناتكم. رانا عائلة اطباق وحلويات اقتصادية، وديما اللي يشجعني نقول لكم شكرا، ان شاء الله في ميزان حسناتكم يا رب العالمين. واللي التحقت بيا الان نقول لها ما تنسيش الاشتراك والضغط على اللايك حتى يعني تعم والبارطاج حتى تعم الفائدة للجميع. هنيا نرجعوا للطنجرة. عندي كمية من الزيتون، هنايا الزيتون متوفر عندي مقطع، وانتي ضيفي اي زيتون عندك. انا هنايا الزيتون غليته 4 مرات، كل مرة نغير له الماء مع شريحة من القارص، يعني حتى تخلصت من هذاك الاملاح تاعو. هنايا ضفت واحدة رند وفلفل اخضر، فلفل حار حتى يعطيني يكتسب طعم. انا نحب الفلفل مع هذا الطاجين، ونخليوها هكا طيب. هنايا في الصحن عندي ملعقة صغيرة فقط فرينة، نضيفوا لها كمية من الماء ونخلطوه حتى تذوب هذيك الفرينة. انا هنا ما دابتش معي، نزيد قليل فقط، يعني هنايا مش بالتعبار بالملعقة او بالكاس، المهم انك الفرينة هذيك تذوب لك. نضيفوه لهذيك الطنجرة حتى يعني تعقد لنا الشوربة هذه تعقد. انا نزعت هذاك الصدر، تركت الفخذ ونزعت الصدر كما تلاحظي. وهنايا راني في النحيت نزعت له العظم وفتته بالاصابع هكا، نبقى في التفتيت. انا مرة واش نحاول نفتوه فقط. هنا يا حبيباتي ما تنساوش البارطاج حتى تعم الفائده. كاين اللي ما يعرفوش هذا الطبق، ان شاء الله يا ربي تتعلموه. والله كيما نقول لكم راهو بنه ما تصوروهاش. هنايا نضيفوا لهذا الخليط اللي هو خليط البطاطا والبصل والتوابل والبيض، خلطوه جيدا. هنايا واش نحضروا بيضه خلطناها. هنايا لا شابيو هو الخبز اليابس، وعندي هنايا جبن سواء متوفر عندك مثلثات او اي جبن متوفر عندك. وهنايا صحن هنايا ندهنوه قليل من الزيت حتى كي نضعوا هاد الكرات كما تلاحظي. هاي حملت كميه من الخليط تاع البطاطا وضعت في نصفه قليل من الجبن وكورت عليه، ثم نمسحه بقليل من البيض. هنا ما نحاولوش ندخل هذيك الكرة او العمود او ما عرفتش كيف بكل صراحه نسميه. وهنايا نغطسو في لاشابيو ونحطوه في الصحن هذاك المدهون كما قلت لكم بالزيت. نكمل الطريقه هكا حتى نكمل البطاطا اللي متوفره عندي. كيما انا هنايا بكل صراحه انا ما استعملتش الكميه هذه لاني جاتني كميه كبيره، قسمتها على 2 قبل، يعني ما استعملت اللي نحتاجه اليوم فقط في البيض ولا شابيو، والباقي غطيته بغطاء بلاستيك اليمونتير وضعته في الثلاجه. تاني يوم زدت حضرته بنفس الطريقه هذه. هكا هنا جبت ملعقه ونبقاو في الخلط هكا نحطه في الصحن هكا، نحاولوا نعدلوا جيدا ونكملوا الطريقه كما قلت لكم. هنايا في مقلاة هاي سخنت قليل فقط من الزيت ما كتروش، ونحطوا هذيك الحبات تاع السفيريه او البطاطا، يعني كيما تسميها كيما تحبي سميها هاي بدات تحمر معايا، حمرت في الجهه السفليه. نقلبوها. انا خديت اللون اللي كيما نقولوا ناصع، يعني تغفلت عليها شويه ولكنها جات بنه. واش نقول لكم بنه رائعه، جربيها وما تندميش وما تتحلش معاك. هنايا فقط نصيحه فقط المبتدئات، هنايا لاول مره يعني حضرت الطبق هذا ننصحك ما تكتريش الجبن او الجبن السائل. عرفي خير جبن المثلثات او الجبن مثلا شيزي او اي جبن، لان هنايا قادر تتحلك. ما تكتريش الجبن كثيرا. نحطوها هنايا في ورق الماس في صحن
ونكملوا جميع الحبات اللي متوفره عندي، ونروحوا نحطوها في الطبق، نزينوها تزيين اختياري. كما تلاحظي ها هو هنايا الشوربه لاصوص راهو طاب، حضرناه حطيناه في صحن تقديم. هنايا وضعت هذوك الاعمده او كما تسميها نتيا اللي قليناها، هاي حطيناها على الجوانب. وضعت لاصوص بالزيتون. وهنايا الفخذ ها هو زدت حمرته حتى ياخذ هذاك اللون. وبصحتكم الى